أهلا بيكم. تجربة النهاردة بعنوان 6 ساعات بدون دفاع. تجربة كشفت أسوأ ما في البشر. تخيل شخص واقف قدامك، مش مربوط، مش مهدد، بس بيقولك جملة واحدة: اعمل فيا اللي انت عايزه وانا مش هرد. لا قانون ولا عقاب ولا حدود. سؤال بسيط: يا ترى الإنسان طيب بطبعه، ولا الطبيعة بتيجي بس لما يكون في حساب؟ مارينا إبراموفيتش. مين هي مارينا إبراموفيتش؟ مارينا إبراموفيتش فنانة صربية، اتولدت سنة 1946، معروفة بلقب جدة فن الأداء. فنها مش بيعتمد على الجمال، بيعتمد على الألم والتحمل والصمت والمواجهة. مارينا كانت دايما بتختبر أقصى حدود الجسد والنفس البشرية. سنة 1974 في معرض في إيطاليا، مارينا قررت تعمل تجربة غير مسبوقة. وقفت قدام الجمهور لمدة 6 ساعات متواصلة، من غير حركة، من غير كلام. قدامها طاولة عليها 72 أداة، وقالت جملة مرعبة: أنا مجرد شيء والمسؤولية عليكم. يعني بالعربي كده: اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه، عذبوني، سامحوني، وانا مش هسألكم بأي حاجة قانونيا ولا غيره. الأدوات ايه اللي كانت على الطاولة؟ في أدوات بريئة زي ورد، عسل، ريش، عطر. أدوات مؤذية زي سكينة وموس ومقص. وأدوات قاتلة: مسدس وفي رصاصة واحدة. كل أداة كانت اختبار، مش لمارينا لكن للإنسان اللي قدامها. في الساعات الأولى الناس كانت مترددة، حد بيديها وردة، حد بيلمس ايدها بهدوء، ضحك خفيف، كأنهم مش مصدقين إن مفيش حدود فعلا. التحول المرعب حصل بقى مع مرور الوقت. الناس بدأت تفهم إن مفيش عقاب. قطعوا هدومها، رسموا على جسمها، جرحوها، حد غرس شوكة ببطنها. وأكتر لحظة مرعبة: واحد مسك المسدس وحط الرصاصة ووجهه ناحية راسها، وواحد من الجمهور تدخل ومنع الكارثة. الغريب مش اللي أذوا مارينا، الغريب إن معظم الناس كانوا بيتفرجوا. ولا حد اعترض ولا تدخل ولا حتى غضب. التجربة أثبتت إن الصمت أحيانا أقسى من العنف. أول ما الوقت خلص، مارينا اتحركت، بصت للناس في عينيهم ومشيت ناحيته. اللي حصل: الناس هربت، مش قادرين يواجهوا الشخص اللي أهانوه. مارينا قالت بعدها: لو سبت القرار للجمهور ممكن يقتلوك. التجربة كانت مرآة بتورينا قد ايه الإنسان ممكن يكون خطير لما يحس إن مفيش حدود. السؤال ليك انت دلوقتي: لو انت كنت هناك كنت هتعمل ايه؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولو عايز قصص نفسية أغرب اعمل لايك واشتراك.